كل سنة وانتم طيبين، ورمضان دايما يجمعنا على الخير. أذان المغرب وحلاوة أذان المغرب، اللحظة اللي كلنا بنستناها في رمضان. قبل الأذان بدايق في لحظة محدش يقدر يوصفها بس كلنا بنحسها. الوقت بيقف كأن الدنيا كلها مستنية نفس الحاجة. ريحة الأكل مالية البيت، صوت الدوشة موجود في البيت، الكل مستني كلمة واحدة: الله أكبر. اللحظة اللي بنستناها من الفجر، اللي بنعد لها الساعات ونحلم بيها واحنا جعانين أو تعبانين، بس أول ما تيجي بننسى كل التعب، نمد إيدينا بقى على التمر والمية ونقول بسم الله. لحظة كل الناس بيقولوا فيها بسم الله بكل فرحة وكل حب. يمكن الأكل بسيط بس طعمه في رمضان غير أي يوم تاني، مش عشان الأكل نفسه لكن عشان إننا مش لوحدنا، وإن النعمة مش في الطبق، النعمة في الصحبة اللي حوالينا وفي الدعاء اللي بيطلع من القلب. فاكرين زمان لما كنا بنفطر كلنا، كل العيلة سوا على صينية واحدة، والصينية موجود فيها اللي موجود في البيت، مش لازم يعني يكون أشكال والوان. خير رمضان في الأكل اللي موجود، والكركديه بقى وتمر هندي وصوت الضحك في كل مكان. ما كناش بنفكر لا في تصوير ولا في موبايلات، كنا بنعيش اللحظة فعلا بكل تفاصيلها وكل حبها. الدنيا اتغيرت بس اللحظة دي، لحظة أذان المغرب والفطار، لسه بتجمعنا ولسه بتفكرنا بمعنى رمضان الحقيقي. رمضان مش بس صيام وأكل وسحور، رمضان بيعلمنا الصبر والشكر والبساطة، وبيفكرنا إن النعمة مش دايما في الكتير، النعمة في القلوب اللي بتحس. في كل مرة بنسمع فيها الأذان بناخد نفس عميق كده ونفتكر إن دي مش لحظة أكل، دي لحظة حب، لحظة انتظار، لحظة مكافأة من ربنا مستنيينها. فرحة الصايم اللي ربنا وعدنا بيها، فعلا فرحة ما تتوصفش، وفرحة محدش بيحس بيها غير الصايم فعلا، مهما كان تعبان وعطشان ومش قادر طول النهار. طبق التمر اللي موجود على كل سفرة في رمضان، أول ما نشوفه نفتكر على طول الفطار، ويا جماعة محدش يفطر إلا على تمر، يا جماعة اكسروا صيامكم على التمر والمية، كلمة بنسمعها كل يوم ساعة الفطار. اللهم بلغنا رمضان. يا رب ما تحرمنا من اللمة ومن الصحبة الحلوة، يا رب ما تحرمنا من الإحساس الحلو بتاع رمضان، يا رب دمها علينا نعمة إن احنا دايما فرحانين ومستنيين رمضان. في ناس محرومين من النعمة دي، في ناس رمضان عندهم بالنسبة لهم عبء وأيام ما بيستنوهاش أو مش عايزينها تيجي دلوقتي، لأنهم بيتعبوا وبيعملوا في رمضان ومش عارف ايه. فاحنا ربنا أنعم علينا بحب رمضان وباشتياقنا لرمضان وبفرحتنا بقدوم رمضان. اللهم أتم علينا نعمك يا رب العالمين وبلغنا رمضان، اللهم آمين، وإحنا في أتم صحة وأفضل حال، اللهم آمين. لحظة الفطار في رمضان عمرنا ما ننساها، لحظة الفطار في رمضان كل الذكريات الحلوة بنفتكرها في اللحظة دي. ساعة أذان المغرب بقى وإحنا عيال صغيرين وواقفين في الشارع مستنيين الأذان، كل واحد فاضل كام على الأذان، فاضل كام دقيقة على الأذان، خلاص هيأذن، وأول ما يقول الله أكبر كله بيجري على البيت، كله بيلحق يفطر، كله بيجري يشوف مامته محضره له ايه على الفطار، اي حاجة ايا كانت على الفطار، يعني مش شرط يعني اكل ما حصلش، اي حاجة كانت بتعجبنا، اي حاجة مهما كانت بسيطة كانت بتفرحنا، اي حاجة كانت بتشبعنا وبتحسسنا ان رمضان شهر خير وشهر فرحة. فرحوا ولادكم ولو بالقليل، يعني مش لازم يعني السفرة مليانة أشكال والوان، أكل عادي جدا بس فيها إيه بقى لما نضيف لمسة رمضانية، زي طبق التمر، زي كوباية التمر هندي، زي كوباية الكركديه، كلها حاجات على فكرة مش مكلفة. كوباية عصير كده مميزة قمر الدين، الحاجات بتاعت رمضان تحسس الأطفال إن الشهر ده مختلف والأيام دي مختلفة، تحسس الأطفال إن فطار رمضان له ريحة مش زي أي فطار عادي، مش زي أي يوم عادي، مش زي أي أكل عادي، في ريحة كده مميزة في فطار رمضان هيفضلوا فاكرينها طول العمر زي ما احنا فاكرينها طول العمر. فاكرين اللحظة دي، فاكرين لحظة الأذان، فاكرين فرحتنا برمضان، فاكرين أول ما الأذان يدن وإحنا بنقول افتحوا التلفزيون وهاتوا بكار بسرعة، كنا بنحب نتفرج على بكار ساعة الفطار. ده إحساسنا برمضان ودي فرحتنا برمضان وإحنا عيال صغيرين. يا ريت نوصل الإحساس ده لأولادنا ونخليهم يفرحوا فرحتنا وتبقى عندهم ذكريات حلوة زي ذكرياتنا.
اللي احنا لحد دلوقتي متشعلقين فيها وبنحاول نفتكرها بأي طريقة. ما تنسوش تدعولي وتدعوا لنفسكم كتير ولأولادكم كتير، وما تنسوش تشاركوني في التعليقات وقولولي ذكرياتكم مع افطار رمضان ومع اذان رمضان ومع الله اكبر ساعة اذان رمضان. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم صحة وافضل حال، اللهم امين.